في حواري خان الخليلي قبل ما الشمس تطلع تسمع صوت خبطات بتتردد كأنها أنغام فرعونية. ده صوت صناع النحاس. ورثوا أسرار الحرفة دي من أجدادهم من آلاف السنين. النحاس في مصر القديمة كان رمز للخلود والطهارة، وكان بيستخدم في المعابد والتماثيل وحتى أدوات الملوك. ولحد النهاردة الصنايعية في شارع المعز وصنايعية خان الخليلي بيشتغلوا بنفس الأدوات تقريبا، مطرقة وسندان ونفس طويل. الحرفة دي مش بس فن، دي لغة الزمن. كل نقشة بتحكي عن حضارة، وكل لمعة فيها روح مصر القديمة. وفي 2023 أعلنت اليونسكو إن حرفة النحاس المصري من التراث الثقافي اللامادي الجدير بالحماية. ولما تشوف الصنايعي بيرسم بالنار تحس كأنه بينفخ الروح في المعدن، زي ما المصري زمان نفخ الروح في الحجر. لو دخلت خان الخليلي النهاردة وسمعت صوت النحاس تحس كأنك بتسمع التاريخ بيغني. تفتكر لو النحاس اتكلم هيحكي لنا عن كام حضارة عدت عليه؟